سائلة تقول: لقد تخنث ولدي أعوذ بالله، وصار بنتا أعوذ بالله، ودخل مع عصابة من الفاسدين والفاسدات، يتزين كالنساء ويلبس مثلهن ويذهب إلى السهرات على أساس أنه امرأة. انصحني ماذا أفعل، علما سيدي أن له 6 من الأخوات. خواتات ورباوه، خواتات ورباوه، عوض ما يربوها على الرجولة رباوها على الأنوثة. والمشكلة تاع هذا المخنثين هذوما، وهي البلاد تعمرت بهم، المشكلة تاعهم أن الجسد تاعو تاع راجل، الجسد تاع راجل والعقل تاع امرأة. ها هي المشكلة، الجسد راجل والعقل امرأة. وكاين العكس، كاين شي نساء الجسد امرأة والعقل تاع راجل. فهمتوها؟ هذوك المسترجلات. السؤال اليوم جاء وليدها وليعوذ بالله هاك تدخل مع عصابة من الفاسدين والفاسدات، يدوه يزينوا له كالنساء ويلبس كالنساء ويذهب للسهرات على أساس أنه امرأة. انصحني ماذا أفعل، علما سيدي أن له 6 من الأخوات، وهو الذكر الوحيد في البيت بعد وفاة والده. من اللي كان عندك 6 من البنات ولا عندك 7؟ واحد ارتيفيسيال. حسبنا الله ونعم الوكيل. ماذا السمع يا أختي؟ عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال. رواه البخاري. انت وقع لك مشكل في التربية نتاعو، هو كي زاد ولد، ولكن تربى في وسط 6 بنات، 6 بنات، الفشوش والدلال والرخاء، ويشوف خواتاته يتزينوا كيف يلبسوا، فولا في هذاك العالم ولا عالم كيما هما، وكبر هكذاك وزاد دخل مع عصابة من الفاسدين والفاسدات فخنثوه وأفسدوه. وهذا إنسان ما عندك حتى علاج معاه. أنا وصيتك يا أختي، أنا قادر نقول لك كما يقولوا واحد أخرين زعما عالجي وكذا، ولكن أنا نكذب عليك. إذا ولا راجل بعقلية امرأة ما تقدر يدير والو. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال: أخرجوه من البيوت. يعني لازم الدولة تتدخل، الدولة تدير مراكز لهذا النوع، يجيبوا لهم أطباء وعلماء النفس وشوية مطرق وفلقة، علم النفس والمطرق والفلقة، علم النفس والمطرق والفلقة، علم النفس والمطرق والفلقة، حتى يعود يولي العقل ويتسقم. وعن ابن عباس قال: لعن النبي صلى الله عليه وسلم، وعن ابن عباس قال: لعن النبي صلى الله عليه وسلم المخنثين من الرجال والمترجلات من النساء، وقال: أخرجوهم من بيوتكم. فالواجب عليك يا أختي أنك تتصلي بالدولة وتشوفي الدولة لازم تقوم بها. أما أنت حتكوني عاجزة. وعندي قصص عجيبة في هذا الميدان، كي ولا راجل يعني مخنث، حتى واحد الشاب شافه وشعره طويل وصفار، ودا يماه راح بيماه تبعه وين يسكن، ودا يماه باش تخطب له، في بالو ما حتى دخلت يماه: جيناكم بالحسب والنسب. قالت لها يمات هذاك راجل الولد واش حقي؟ قالت لها: جينا نخطبوك في بنتك. قالت لها: ما عنديش طفله، عندي طفل واحد. عيطوا له راجل يبس، قالت له: هذا وليدي ماشي هذا بنتي. يعني رانا في مصيبه. حسبنا الله ونعم الوكيل. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.